استأنفت منذ قليل محكمة جنايات قنا نظر القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث العنف التي شهدتها محافظة أسوان في 14 من أغسطس لعام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم المتهمون مبنى ديوان عام محافظة أسوان وأشعلوا النيران فيها واعتدوا على قوات الأمن واحتجزوا عددا من الضباط والأمناء والأفراد بمقر اعتصامهم وقاموا بتعذيبهم، إلى جانب حيازتهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها في الاعتداء على قوات الأمن وحرق عدد من سيارات الشرطة وسينما الصدقة. وقد قرر المحامي العام لنيابات أسوان إحالة 74 من أعضاء وأنصار الجماعة الإرهابية، منهم 54 محبوسا و20 هاربا لمحكمة الجنايات. وكان من بين المتهمين خالد القوسي أمير الجماعة الإسلامية ونائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين. وتنظر الجلسة برئاسة المستشار مصطفى لطفي وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدي بأمانة سر عبد السلام يد الكريم ومحمد عبد الوهاب.